الجو ده مش عايز غير الطبق الجامد ده. انا قمت عملته عشان خاطر افكركم بيه. ومن احسن الحاجات اللي تعملوها في الجو ده هي الشعرية باللبن. من غير ما تفكروا قومي كده اعملي لك حلة شعرية باللبن وتدفي ودفي البيت كله. يومين تنظيفات وترتيبات وتجهيزات حاجات مش هينفع نقف ولا نكسل. نعمل ايه؟ حاجة كده سخنة تدفينا وتدينا طاقة وباور عشان خاطر نرجع نشتغل ونعمل كل اللي ورانا. السر في الطبق ده بعد ما تاكليه هتقومي تقلبي الشقة من فوق لتحت وهتخلصي كل اللي وراكي. تعالي كده هاتي شوية زيت على حتة سمنة وهنعمل على كوبايتين شعرية وهنعمل حلة شعرية باللبن النهاردة. يعني بصوا ادمان وحلاوة وجمال مفيش احسن من كده. بس قبل اي حاجة لايك واشتراك في قناة ابداعات منى. تعالي كده نعمل شوية شعرية جامدين قوي. حطيت كده شوية زيت على حتة سمنة، زيت بس سمنة بس زبدة اللي عندك اشتغلي بيه، على كوبايتين شعرية وحمرتهم كويس قوي لحد ما بقوا معايا باللون الجامد ده. شايفين الجمال والحلاوة؟ غماء الشعرية كده سنة بسيطة علشان خاطر لما نحط عليها اللبن هتفتحي شوية. هنزل عليها ب3 كوبايات من المية وكوباية سكر صغيرة مش كبيرة، السكر هنا حسب الرغبة. حطيت كمان سنة ملح بسيطة قوي. يعني هنغطي الشعرية بالمية كده، نخلي الشعرية كلها متغطية بالمية ونقلبها ونسيبها تستوي سوا كامل. لازم الشعرية تكون مستوية معانا سوا كامل. تعالوا بقى عبل ما الشعرية بتاعتنا تستوي، هي مش هتكمل حاجة وهتكون جاهزة معانا. معايا كيلو لبن. هقول لكم مقدار ربع كيلو الشعرية. ربع كيلو الشعرية اللي هي كوباية شعرية هياخد كيلو لبن، عليه معلقة نشا واحدة هرمية. تمام، معلقة نشا واحدة هرمية. التكاية بتاعتنا ان احنا هنحط معلقة كريم شانتيه يا بنات، معلقة كريم شانتيه بتخلي الشعرية، ومعلقة لبن بودرة بيخلوا الشعرية. بصراحة انا بضيف مع الشعرية او الرز باللبن بيكون طعمهم مختلف تماما تماما. طعمهم حلو فعلا، بيكون مدين ريحة كده حلوة وفانيليا. الله الله. وده من الحلو اللي انت هتعتمديه السنه دي في رمضان، لان رمضان السنه دي جاي في الشتاء ومش اي شتاء، فهي الجو ساقع قوي. فاحنا هنحتاج الوصفات دي عشان خاطر تدفينا وتدينا طاقه وباور. يعني ضيفي كده بعد ما نسوي الشعريه تماما هنقلب كل المكونات دي كده على البارد. وينفع نستبدل اي حاجه، مفيش كريم شانتيه مش مشكله، مفيش لبن بودره مش مشكله. الاساسي هنا كيلو اللبن، رشه فانيليا، معلقه نشا، وحطيت 3 معالق سكر. اظبطي هنا السكر زي ما انت عايزه، مش عايزه تحطي ما تحطيش، عايزه تكتري كتري، مش هنقف هنا على السكر خالص. تمام، يعني كيلو لبن، كوبايه شعريه اللي هي ربع كيلو شعريه، عليها كيلو لبن، عليها معلقه اللهم صل على سيدنا محمد، معلقه نشا هرميه، شويه فانيليا، معلقه كريم شانتيه، معلقه لبن بودره. عايزه تشيل لبن البودره عادي، كريم الشانتيه عادي، براحتك. مش هنقف على حاجه، احنا بنعمل حاجات الوصفه بنحاول نخليها كده تكون حلوه مختلفه شويه عشان خاطر نعملها ونعتمدها معانا في شهر رمضان. شايفين كده الشعريه استوت 100% سوا كامل. بعد ما تتاكدي ان هي استوت سوا كامل انزلي عليها بالخليط الجامد بتاعنا ده. انا هنا عامله كوبايتين شعريه، يعني نص كيلو شعريه، يعني هحتاج 2 كيلو لبن، ودول بيقطعوا معاكي كميه كبيره. انت فاهماني؟ يعني نص كيلو الشعريه بيقطع معاكي كميه كبيره. عايزه تزودي تخلي القوام تقيل شويه زودي نشا، مش مشكله. عايزه تخلي القوام خفيف شويه زودي لبن. وده دي جمال الوصفه دي بصراحه، ان احنا بنلعب فيها زي ما احنا حابين. يعني انت اعمليها كده مره واظبطيها بالمقدار اللي يناسبك. طب طلعت تقيله شويه هحط شويه لبن، مفيش لبن هحط شويه ميه، مش مشكله خالص. انا هنا دلوقتي هحط شويه هحط كوبايه ميه في الاخر خالص تظبط لي القوام اللي انا عايزاه. هنا بقى ظبطت القوام، ظبطت السكر، شوية فانيليا حلوين، وتوكلي على الله بقى كده. هتقلب قلبة بسيطة مش اكتر، يعني كأن اللبن كده كأني مستنية اللبن يغلي. هتغلي غلوة واحدة اجي طافية، هتكون بالقوام الجميل ده. مش هتاخد 10 دقايق، على طول هتكون جاهزة معاكي. ولو وصلتي معايا لحد هنا حطيلي لايك للفيديو واشتراك في قناة ابداعات منى. الوصفة دي جميلة جدا، من الحاجات السهلة اللي ينفع تعمليها كده وتحضريها من غير ما تفكري في وسط الشغل والطلبات اللي مطلوبة منا اليومين دول. فعلا فعلا في هلكة جامدة قوي. حاولي كده تعملي حاجة تدي لنفسك كده طاقة وباور، شجعي نفسك
عشان خاطر تقومي تخلصي كل اللي وراكي. فاضل ايام ونستقبل شهر رمضان، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طبعا بنحضر تحضيرات كتيرة قوي، فلازم كده ان احنا ناخد فاصل كده وناخد باور علشان خاطر نقدر نستعيد كده نشاطنا من الاول وجديد، ونقدر نكمل باذن الله. ربنا يعيننا ويعينكم. وصلي على سيدنا محمد واستغفري كتير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. غرفت هنا الشعرية، وطبعا مش هينفع نستنى عليها ثانية واحدة، لان لو استنينا عليها ثانية واحدة هتتلج في الجو التلج اللي احنا فيه ده. ربنا يعدي الايام دي على خير يا رب علينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.